وصفة بريوش اليوم راح تنسيكم في الوصفات اللي فاتت. شكل راقي وبزاف بنين. واليوم اختاريت فرينة ماما لاتيه 55 خاطرش هي اللي توالم وصفتي. راح ناخذ منها 3 كيسان ونص. اول حاجه نوجدها هي ان لوفان بالخميره، السكر، الفرينه والحليب. نعطيله الوقت باش يتفاعل. وفي ان بول تاع البيتخان راح نحط الباقي تاع المقادير اللي هي الحليب، الياغورت ناتشور، السكر، البيض والملح، سكر فانيليا. نخلطهم ونلمهم بالفرينه، نخليهم الوقت اللي يضاعف لي لو لوفان ديالي ونزيد. نحطها تتعجن 7 دقائق وانا نزيد في الزبده وما تتشكل لي عجينه ما تلصقش وطريه، ونخليها تخمر مده ساعه حتى لساعه ونص. لا بريوش تاع اليوم راح تكون بكريمه اللوز. تقدروا تستعملوا اي مكسرات، وهي متكونه من سكر ناعم، سكر فانيليا، بياض البيض واللوز اللي حمصته غير شويه. كي نخلطوا كامل هاد المكونات راح نتحصلوا على كريمه اللوز. فتحت عجينه مستطيله رقيق بعد ما خمرت لي، دهنتها بالزبده قبل ما نحط هذيك لاكريم تاع اللوز ونروليها، وراح نشكل حربوش ونقطعها بالخيط. كي نكملهم كامل راح نعبزها من الفوق غير بشويه، وبالبيك تاع الشوا راح نمد لها الشكل تاع الفراشه. زدت خليتهم خمروا لي، درت لهم الصفار واللوز وطيبتهم. صدقوني ريحتهم جمعت لي كامل افراد عائلتي في الكوزينه، وكامل عجبهم وحبوهم. حتى نتوما جربوهم. سلام.